السلام عليكم. مخبيش عليكم يا اخواتي، الوضع بره مش احسن حاجه، والحياه العمليه بقت شبه كيس الشيبسي، كبير بس نص فاضي، والمنافسه بقت اصعب بشكل ملحوظ، وهتحس دايما انك متاخر على ايه مش عارف، بس احساس دايما ملازمك انت متاخر وانك مالكش حظ. بس خليني اقول لك تعريف الحظ من وجهه نظر حد عجبني جدا لما جه يعرفه. قال الحظ عامل شبه القطر، فانت عشان يجيلك الحظ لازم تكون اصلا موجود على المحطة في ميعاد وصول القطر. باعتبار خلاص انك كبير وبتتابعني اكيد في مفرمة الحياة العملية، فانت اكيد مدرك ان في حاجات كتيرة قوي هتمر بيها ومحتاج تتعلمها مع الوقت. باعتبار انك كبير دلوقتي وبتتابعني، فانت اكيد كل سنين حياتك اللي فاتت واللي جاية بتشارك في تكوين شخصيتك في عينك وعين اللي جايبينك وعين أهلك والمجتمع والناس. وهنا يجي سؤال سهل إجابته صعبة جدا، أنت عندك كام سنة فعليا؟ يعني عندك كام سنة من تاريخ محاسبتك على شيلتك المسؤولية؟ لو قلت لي عمرك اللي في شهادة ميلادك هتأكد إن ابن خالتك برقبتك وإن أمك عندها حق. اللي أقصده أنت عندك كام سنة وأنت مخلص تعليمك وجيشك وأي حاجة واقف وراها مستخبي من الدنيا، وعندك حاجة منطقية انت ليه مش شايل مسؤولية لحد دلوقتي؟ انت حياتك بدأت بعد ما استلمت شهادة تخرجك، او لو كان ليك جيش بعد ما استلمت شهادة الجيش بعد ما خلصت خدمتك العسكرية. هنا وقت اقدر اقول لك اهلا بيك، انت ابتديت فعلا حياتك اللي بجد، اللي انت هتبقى مسؤول فيها عن كل حاجة، لان ده كان النمط السائد اللي موجود في مصر من وقت ما وعينا على الدنيا لحد اخر كام سنة. وبدأت الاجيال الجديدة تاخد الحياة العملية بدري شويتين في مرحلة الجامعة مثلا، او يمكن قبل كده كمان، وده بنشوفه في ايامنا الفترة دي. بس مش ده السواد الاعظم اللي موجود في اجيال مصر من وقت ما وعينا على الدنيا. فانت باعتبار انك لسه مخلص جيش، فانت يا دوبك لسه سنة أولى حياة. عايزك تعد بقى من بعد الخطوة بتاعت الجيش لو كان ليك جيش، أو من بعد الكلية لو ما كانش ليك جيش، عشت كام سنة بجد؟ عندك بقى سنة، عندك اتنين، عندك تلاتة، عندك 10؟ دي حاجة انت اللي تقدر تحسبها مش أنا. عشان كده عندي سؤال ليك، ازاي شايف نفسك كبرت وفشلت وانت لسه عمرك صغير ما كملش سنة أو اتنين أو تلاتة بالكتير؟ ده السؤال اللي بجد. مين أقنعك إنك أول ما ترمي سنارتك هتصطاد حاجة؟ ظروف إيه دي اللي تنجح أي واحد من سنة أولى سعي؟ إلا لو ربنا أراد له ده. أنا هنا بخاطب السواد الأعظم والشريحة الأكبر من اللي استنوا يتخرجوا الأول ويخلصوا جيشهم وبعدها يشوفوا حياتهم. عشان كده أنا بكلمك أنت، مشكلتك إنك شايف نفسك متأخر وأنت الحقيقة ما جيتش. عشان تفهم رحلة السعي الحقيقية جيب السيرة الذاتية لأي شخص ناجح مر عليك أو سمعت عنه أو حتى قريت عنه في لينكد إن. على سبيل المثال نفسك مثلا تشتغل في أورنج، جيب السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي للشركة على لينكد إن، شوف اشتغل إيه أول ما اتخرج، واتخرج من إيه، وتاريخ ترقياته ونجاحه طلع إزاي. عمرك ما هتلاقيه بعد تخرجه بيوم بقى الرئيس التنفيذي للشركة، لا، ده درس أكتر وتعلم أكتر واشتغل كتير جدا على نفسه وفضل يتدرج في الوظائف لحد ما بقى الرئيس التنفيذي للشركة. طب تعرف بقى هو عنده كام سنة؟ لو لقيته أقل من 45 سنة أبقى أنا راجل ما بفهمش. أنت دايما معتقد إن اللي نجح بدري، بتشوف دايما آخر لقطة في مسيرته وتقارنها بيك. تاخد المفاجأة الأكبر، كل الرؤساء التنفيذيين للشركات الأربعة في القطاع اللي يشبه أورنج، الأربعة خريجين جامعات حكومية. الفكرة بس إن كل واحد فيهم موقفش عند النقطة دي، موقفش عند شهادة التخرج من أي كلية هو درس فيها. الفكرة إنه موقفش بعدها، لكنه كمل أكتر، اشتغل أكتر على نفسه، درس كتير جدا، تعلم كتير جدا، واكتسب خبرات عملية ومهنية، فبالتالي بقى صاحب سيرة ذاتية بيتضرب بيها المثل النهاردة في النجاح. أكتر حاجة ممكن تدفعك ضريبة كبيرة هي النجاح، لأن النجاح قيمته أكبر مما تتخيل. عشان كده لما بتيجي تنجح في حاجة بتكون دافع قصادها كتير جدا، فهي أغلى شيء ممكن تحصل عليه في حياتك مهما عشت، أغلى مورد ممكن العالم كله يحارب عليه. فكرة إنك تكون ناجح أمر مش سهل، لكنه سهل جدا لو قدرت تحط في دماغك إن أنت عادي ممكن توصل.
مشكلتك انك مفكر لما تبدأ حياتك العملية لازم تبدأ كتير وتاخد مرتب منطقي وكبير، والحقيقة لا ده هيحصل ولا ده هيحصل، لأنك في تدرج وظيفي وطني يتبع سياسة الدولة اللي انت عايش فيها. انت عمال تقارن مرتبك بمرتب واحد عايش في أمريكا، فبالتالي هتحس انك تحت الصفر، وده طبيعي، بس المقارنة ظلمة لأننا باختصار في وضع اقتصادي صعب. فلو دي حربك فسافر للبلد اللي انت شايف انها هتحقق لك حياتك العملية الناجحة، وبجد هتبقى شاطر. بس خليني أفكرك إن قيمتك الحقيقية مش في كم الفلوس اللي أنت بتعملها، لكن بكيفية حصولك عليها. مع احترامي لكل العاملين والعمال في بلاد الغربة، لكن أنت أول ما هتسافر مش هتشتغل على مكتب ولا هتقعد في التكييف، لكن هتشتغل شغلانات بسيطة تقدر تعيش بيها كويس، واللي بالمناسبة هتفضل تشتغلها إلا لو اشتغلت على نفسك وعملت نفس اللي كنت هتعمله في بلدك عشان توصل لوظيفة تانية كويسة أو نفسك تشتغل فيها. فشقة هناك شقة هنا عشان توصل لمرتبة كويسة وحياة مريحة. الفرق إن الوضع الاقتصادي بره أحسن بكتير من هنا والحياة أسهل، بس طريقة حصولك على الحياة دي في البلدين بنفس الطريقة، إن الاتنين محتاجين منك شغل على نفسك وسعي وتطور ودراسة. يعني مثلا بكرة الصبح سافرت أمريكا واشتغلت ويتر في مطعم أو كافيه لمدة 5 سنين ورجعت مصر. مفيش شركة انترناشونال هتقول لك مواطن أمريكي وعايش هناك اتفضل دير الشركة، لكن سهل تبقى مدير مطعم في الشركة دي لأنك خبرة دولية في الصناعة دي تحديدا. فهمت عايز أقول لك إيه؟ أنت حتى لو عشت بره ورجعت هنا بعد 20 سنة محدش هيديك قيمتك غير بالقدر اللي كنت عايش عليه بره. فلو عايز تبقى الرئيس التنفيذي لشركة انترناشونال لازم تشتغل وتدرس وتتعلم وتعيش الحياة العملية بشكلها الصعب والقوي اللي مليان دراسة اللي مليان خبرات. فلو عايز تبقى رئيس تنفيذي لشركة انترناشونال لازم تدرس وتتعلم وترجع لنا معاك شهادات دولية وخبرات عملية تحديدا في مجالك. فبالتالي الشركات هتفتح لك حضنها وتقول لك اتفضل دير. بس لو ظروفك صعبة ومش عارف تسافر، تفتكر هنعمل مع اللي زيك ايه؟ هنقول له اقعد واكتئب وخلي الحزن والاكتئاب ينهش في روحك؟ انا هنا عشان اللي ضاقت عليهم الدنيا، لا منه عرف يسافر ولا منه فضل في البلد وقدر يلاقي شغل بمرتب محترم يقدر يعيشه حياة كويسة، ولا بيشتغل شغلانات العيال اللي بتظهر لك في اعلانات الفيسبوك اللي بيقنعوك انهم عملوا الافات الدولارات في ساعة زمن واحدة وانت زي المغفل بتدفع في كورساتهم. انا هنا عشان اقدم تجربتي للي زيي وجه الدنيا درس وتعلم وعايز يشتغل شغلانات طبيعية من اللي بيصحى لها الساعة 7 الصبح وبيرجع منها الساعة 6. الشغل الطبيعي بقى نوتي دلوقتي وكخة، كل ما بيقول لك ما تفضلش عبد في وظيفة وتحرر على اساس انك بكره لما تسيب وظيفتك وتنزل بقى تشتغل في سوق العمل وتبدا الستارت اب بتاعك وتبدا تتعلم كم مصطلح انجليش تستخدمه. الشغل الطبيعي دلوقتي بقى نوتي وكخة، بقت تسمع للناس اللي بيقولوا لك ازاي هتفضل عبد في وظيفتك، ازاي ما بداتش الستارت اب بتاعك، ويبدا يكلموك بمصطلحات انجليزي عشان يبينوا لك قد ايه هم جامدين وناجحة قوي في حياتهم. اللي هو بقى اتحرر من وظيفتك وسيب شغلك على اساس انك بكره لما تسيبها هتبقى ضامن النجاح في بلد اقتصادها ملتهب بيعيش اليوم بيومه. على فكره انا مش ضد كل ده، بس انا مع انك تشتغل شغلانه تجيب لك دخل تعيشك ايامك اللي موجوده، ثم بعد كده تفكر في الخطوه الكبيره ان انت ازاي ممكن تعمل حاجه خاصه بيك. انت لو وقعت محدش هيقومك، فما تجريش ورا احلام انك تبقى مدير نفسك فتلاقي نفسك في الشارع. عايزك تفتح جوجل كده وتكتب كام ستارت اب فتح وفشل، كام شركة بدأت وقفلت، كام واحد اتشرد بعد ما ساب وظيفته أملا منه إن بكرة ممكن يبقى أحسن لو ساب الشغل وابتدى يعتمد على نفسه ويفتح حاجة خاصة بيه. ده غير إن أنت لو حد جه أقنعك بكده من اللي بيدوا كورسات على النت ويقول لك يلا سيب وظيفتك وتعالى أعلمك التداول في ساعة واحدة أو أعلمك إزاي تجيب $1000 في 24 ساعة، أنت مصدق إن حد هيجي يديك ملخص حياته وتعبه ومشاقاه لسنين طويلة هيدولك في كورس كام ساعة؟ يا ابن عم انت الزبون مش اللي بيبيعهولك. أحلامك أكل عيش نصابين السوشيال ميديا، انت أرض خصبة لأي حد يقنعك تدفع له عشان يسفرك أو يعلمك مهارة، مع إن كل المهارات متاحة على النت تقدر تتعلمها في أي وقت وببلاش، بس انت مغفل وطماع ومفكر إنه هيجي في كورس واحد يديلك تجربته بشفافية ويعلمك إزاي تجيب فلوس زي ما هو بيجيب فلوس. الغريب إنك بتصدقه وبتدفع. تعال اديك مثال فعلي عنك هيخليك تختشي شويه. خالد بشاره قال جمله عظيمه جدا، وخالد بشاره ده كان الرئيس التنفيذي لشركه اوراسكوم لسنين طويله قبل ما يتوفى. قال جمله انا شايفها من اهم الجمل واسهل الجمل اللي ممكن تسمعها في حياتك لكن تنفيذها صعب جدا.
كان عنده جملة جميلة بيقول خليك دايما مستعد. لو فكينا جملته دي على حياتنا العملية وجينا نقيسها على اللي احنا بنعيشه، وجيت قلت لك انت عندك بكرة انترفيو، هتتسأل في اللغة وتعليمك وكورساتك ومهاراتك اللي انت اكتسبتها، هل انت جاهز؟ طب لو جيت قلت لك انت عندك انترفيو كمان شهرين، وهتتسأل في اللغة وفي تعليمك وفي كورساتك والمهارات اللي انت اكتسبتها، هل انت جاهز او هتبقى جاهز؟ طبعا اجابتك على السؤالين هتبقى مختلفة. عارف ليه؟ لانك في الحالة التانية هتعمل معسكر وتقفل على نفسك وتتعلم كل حاجة وتمارس اللغة وتاخد خبرات كتيرة من ناس مرت بتجارب مشابهة في البوزيشن ده أو في الشغلانة دي تحديدا، في شركات مشابهة أو شركات في نفس الصناعة، وتبدأ تجيب بيانات وداتا وتحللها وتفهم أكتر عن الشركة وعن الصناعة، وتبدأ تتعلم وتمارس وتعمل محاكاة للانترفيو وتمرن نفسك على الأسئلة بكل الأشكال وبكل الأنماط عشان في الآخر تدخل الانترفيو وانت فت. أما في الحالة الأولى لما جيت قلت لك لو انت عندك انترفيو بكرة بنسبة 100% انت مش هتروح لأنك مش جاهز ومش مستعد. أنا عارف إنك هزيت راسك، ده باختصار الحظ ووجودك على المحطة زي ما حكيت لك في أول الحلقة. اسأل نفسك سؤال واحد بس، لو بكرة جالي انترفيو في شركة معينة هل أنا جاهز إن أنا أتسأل في كل اللي المفروض أتسأل فيه واللي الطبيعي أتسأل فيه؟ هل أنا جاهز باللي بيعديني واللي ممكن يخليني أحصل على الوظيفة دي؟ وعلى حسب إجابتك هتفهم معايا عنوان الحلقة، اقتصاد العواطلية. ومن هنا أقدر أقول لك إنك ابتديت تحط إيدك على أساس المشكلة بدل ما أنت كل مرة بتحطها في حتة تانية. بس ده اللي كان عندي أقوله لك النهاردة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم محمد المصري، أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.